السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كشف التحريفات في كتب الشيعة. واليوم تشاهدون تحريف وبتر الصدوق لرواية فيها نسبة البداء لله عز وجل. أولا لنشاهد الحديث قبل التحريف. جاء في كتاب الكافي للكليني في الجزء الرابع صفحة 333: باب القول عند قبر أبي الحسن موسى وأبي جعفر الثاني وما يجزئ من القول عند كلهم. محمد بن جعفر الرزاز الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد عمن ذكره عن أبي الحسن قال: تقول ببغداد: السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا من بدا لله في شأنه، أتيتك عارفا بحقك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك، إلى آخر الكلام. والشاهد في الرواية قوله: السلام عليك يا من بدا لله في شأنه، وهذا فيه إثبات عقيدة البداء الباطلة في حق الله سبحانه وتعالى. والآن لنشاهد كيف بتر الصدوق هذه الرواية. التجأوا إلى اللعبة السحرية وهي التحريف والتزوير، فقاموا بتحريفه بتحريف مخزي ومضحك. إليكم هذا التحريف في كتابه من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني صفحة 600: باب زيارة الإمامين أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن علي الثاني ببغداد في مقابر قريش. إذا أردت بغداد إن شاء الله فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وزر قبريهما وقل حين تصير إلى قبر موسى بن جعفر: السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، أتيتك زائرا عارفا بحقك معاديا لأعدائك مواليا لأوليائك فاشفع لي عند ربك. وتلاحظون أنه بتر عبارة يا من بدا لله في شأنك. وقد نبه المحقق على هذا البتر فيقول في الهامش في الكافي والكامل والتهذيب هنا: السلام عليك يا من بدا لله في شأنه. ويمكن عدم كون هذه الجملة في النسخة التي نقل عنها المؤلف، وإنما زيدت بعده أو أسقطها المصنف، وهو الأظهر، أي هذا هو القول الصحيح، أن الصدوق هو الذي بتر هذه العبارة. لماذا؟ لأنه لا يعتقد الخبر الذي نقل عن الصادق أنه قال: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني. إذا لما كان الصدوق لا يعتقد بهذا الحديث ولا يؤمن بهذا البداء، ماذا فعل؟ بتر الرواية وحذف هذه العبارة منها. وممن نبه على هذا البتر أو التحريف شارح كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو محمد تقي المجلسي في كتابه روضة المتقين في الجزء الخامس صفحة 440. يقول في ذيل هذه الرواية: والذي ذكره المصنف روى بعضها الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد عمن ذكره عن أبي الحسن، وجاء في الرواية: السلام عليك يا من بدا لله في شأنه. يقول المجلسي: وأسقط المصنف قوله يا من بدا لله لأنه لا يعتقد هذا الخبر الذي نقل أنه بدا لله في إسماعيل، والأخبار في البداء عندنا متواترة لا يمكن نفيه حتى يترك هذا الخبر. إذن فمحمد تقي المجلسي يعترف أن الصدوق هو الذي بتر وحرف هذه الرواية، لأنه لا يعتقد ولا يؤمن بما ورد فيها من عقيدة البداء في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من جهل شيخهم الصدوق، فإن الأخبار كما يقول المجلسي في البداء أخبار متواترة. فهل هذا التحريف والبتر الغبي سيخفي هذه العقيدة، أم أنهم سيحرفون كل هذه الأخبار المتواترة التي تثبت البداء لله سبحانه وتعالى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تحريف صار عجيب.